السلام عليكم، مرحبا بكم معي فيديو جديد واقتراح جديد، اقتراح اليومين ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا جوج حلوات بنفس العجين. وحده غتكون بالتمر وحده غتكون بالكاوكاو، والطريقه ديالها سهله وبسيطه، وحتى بالنسبه للتشكيلات كيف ما كتشوفوا اختاريت وحده بالشكلاط وحده بسكر كلاصي. ان شاء الله تعجبكم الفكره وتشاهدوا الفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. بالنسبه لاول حاجه كناخذ التمر. هنايا عندي 500 غرام ديال التمر. انايا كنطحنو في طحانه، يعني ما كنبخرو ما والو، مباشره كنطحنو. كيف ما ان كاين اللي حداه فين كيتباع جاهز، هذاك من الاحسن. واللي ما متوفرش عنده الطحانه يبخرو مزيان وكيمعسو في شي طحانه يدويه كيديروا وتيوجدوا. هنايا خديت 500 غرام. هنا بعد ما طحنتها، انا ما كيكونش متوفر فين كنسكن، ما كاين متوفرش حدايا اللي كيتباع جاهز، كنضطر انني ندير هذا. كندير معلقه تقريبا صغيره ديال القرفه مع واحد المعلقه كبيره ديال الزبده هي 20 غرام. وغادي نضيف ماء الزهر. انا نسيتو حتى التالي عاد درتو، يعني ما صورتوش، كنتمنى ما تنساوش. وبالنسبه للمقادير غنحطها لكم في صندوق الوصف بالتدقيق. هنا بعد ما كنخلطو مزيان. الناس اللي كتعجبها النسمه ديال القرنفل ممكن ديروا واحد طريقه صغيره ديال القرنفل. هنا بعد ما وجدته كنخليه على جنب، وكندوز نوجد معاكم الكاوكاو. بالنسبه للكاوكاو عندي 150 غرام هنايا، زائد غندير معلقه ديال السكر ثقيل، واحد جوج معالق ديال ماء الزهر، واحد شويه ديال الفانيليا، تقريبا واحد نص ساشي ديال الفاني. بالنسبه للروح واحد شويه. وغادي نخلطهم مزيان، وغادي نعاود نطحنهم في الطحانه باش هذاك الكاوكاو ينسجم مزيان وكيولي معلك، يعني ملي نبغيو نكوروه يتكور بسهوله. هنا بعد ما كنوجدهم تنخليهم على جنب، غندوزو نوجدو عندي ربعه ديال الزبده، يعني 250 غرام، مع جوج كيسان ديال السكر حبيبات. غنخدم الزبده مزيان مع السكر. غنضيف واحد جوج ساشي ديال فانيليا او قطرات ديال الروح. غنضيف جوج كيسان ديال الزيت. نخلطهم مزيان. هنا بعد ما خلطتهم غنضيف 3 ديال البيضات. كنخلط مزيان حتى كينسجموا العناصر مزيان مع الزبده، وما تيبقاوش لينا دوك التكتلات ديال الزبده. في هاد الاثناء غادي نضيف واحد 4 غرام ديال الساشيه ديال الخميره، يعني خميره الحلوى، تقريبا كيف ما شفتوا واحد راس ديال المعلقه. وغنبدا نضيف الطحين بشويه بشويه. بالنسبه للطحين هنايا عندي كيلو ديال الطحين، ممكن يهز ممكن ما يهزش لكم كاملين، انا ما هزش ليا كلشي حيت الطحين تيشرب. بالنسبه للمبتدئات وديما تنقولها انك باش تعرفي العجينه اللي تكون الحلوه اللي كتخدم بالزبده ساهله باش تعرفيها بانها راه صافي، يعني بارك عليها من الطحين. اما بالنسبه ديال الزيت اللي كتكون شويه صعيبه كتبغي الطحين يكون بالتدقيق. اما بالنسبه اللي كتكون الحلوه بالزبده راه كتعرفيها غير من خلال كتجمع، يعني كتشوفيها كتبدا تجمع ما كتبقاش تلصق في القصريه، كيبان لك ان يعني ممكن ديها وتجيبها كتعرفيها بانها راه مزيانه. في هذه الاثناء كيف ما كتشوفوا هنايا صافي اكتفت من الطحين، يعني الا كتكون شي اضافه تكون معلقه او جوج معالق ماشي مشكل. كيف ما شفتوا ما كتبقاش كتلصق في مكان الاشتغال. هنايا كتمشي وتجي معاك، وفي نفس الوقت العجينه كتكون طريه.
دائما عرفوها غير لما بقاش كتلصق لكم في القصريه. هنا بعد ما وجدت التمر، يعني كندير دوك كويرات صغيورين. غنجيب اي طابع عندك، اي طابع عندك في الدار. يعني هنايا كيف ما كتشوفوا ممكن انا كنستخدموها حتى بالمنقاش، حتى هو ماشي مشكل. يعني كيبقى لكم الاختيار. الطوابع تبارك الله راه موجودين باشكال والوان، كاينين هادو كاينين وحدين اخرين، كيبقى لكم الاختيار. هنايا بعد ما وجدتها غادي ندخلها الفران. دائما طيب من التحت عاد كطيب، هما ما تيتحمروش بزاف. الشكل الثاني ديال الكاوكاو غناخد طابع اخر. هنا كيبقى لكم الاختيار في الطابع، حيت هذه غنديرها في الشوكولاط، يعني ماشي بالضروره تكون الطابع فيه شي زواقه. دائما استعنوا بالطحين حيت باش ما تلصقش. هذه كيف ما كتشوفوا خديت هاد الطابع، واخا غادي يتدرك، ولكن الا بغيتو يعني يعجبكم الرشمه راه تقدروا ديروا كلشي بالسكر الثقيل. هاد جوج اقتراحات اللي درت اليوم كنتمنى انكم يعجبوكم. يعني وحده فيهم يعني تقدروا ديروا كلشي بالتمر، كيف ما تقدروا ديروا كلشي بكاوكاو. هناك بعد ما كنكملهم كاملين تندخلهم للفران. دائما الفران يكون مسخن من قبل، كتحمر من التحت ومن الفوق غير كتشمع. يعني الحلوه هذه ما كتبغيش تحمر بزاف. بعد ما كنوجدهم هنايا كيف ما كتشوفوا، غتشوفوا نوريكم الطريقه الصحيحه باش يبان لكم، تبان لكم هذيك الرشمه من الفوق. كديروا السكر الثقيل كتغبروه مزيان وكتبقاو تمسحوه، يعني بهذه الطريقه هذه باش الزواقه تبان كيف ما كتشوفوا، والسكر يبقى لاصق مزيان. هذه هي الطريقه الصحيحه باش كيبقى داك المرشم الفوقاني كيبان كيف ما كتشوفوا. بهذه الطريقه هذه كتبقاو حتى تكملوا كلشي. وغندوزو للشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثاني عطيتو الشكلاط. غندير الشكلاط هنا. بعد ما ذوبتو غتاخدوا واحد الكميه عينكم ميزانكم. هنايا غندير الا درتو اللوز غديروا بالنسبه لهذا اللوز، الا درتو الكاوكاو غديروا هذا، يعني كيبقى لكم الاختيار. هنا درت كاوكاو مع الشكلاط. كيف ما كتشوفوا الشكل كيبقى هو يعني راه كما بالنسبه للخميره غير ما تكثروهاش. يعني ديروا المقادير مضبوطه وان شاء الله كلها غادي تجي معك، غتجيكم مزيانه في التالي. المقادير غنحطها لكم في صندوق الوصف. هنايا بعد ما كملت غندير الطريقه هذه. الاقتراح ديال الشوكولاته هو كيجي لذيذ الصراحه. هنا بعد ما نكملهم كاملين كيف ما غتشوفوا غادي نستفهم على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان الفكره ديال اليوم تعجبكم وطريقه بزوج يعجبوكم. وكنتمنى الا عجبكم الفيديو انكم تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. كنشكركم بزاف، شكرا لكم كاملين.